وفوز مستحق 3-2. عايز اخد رايك عن الاهلي والاداء والكلام عن الاداء والكلام ده. واشوف النادي الاهلي يعني في تشكيله الاخير بيلعب كره كلاسيكيه معتاده، عشان كده بيصعب على نفسه المأموريه في ماتشاته. انه بيلعب وسط ملعب مزدحم، كل اللعيبه شبه بعض، كل ادائهم شبه بعض. انما لازم الكابتن حسام بدري يقتنع ويبقى عنده قناعات كامله ان المهارات هي الحل في كره القدم، لان خلاص مع تطور علم اللياقه البدنيه بقت كل اللعيبه اللياقات شوف يا استاذ البدنيه جمال، محمد متساويه. ناصف اللي شات اول كوره في اول دقيقه، احد نجوم الاهلي اللي مشوا الناشئين وانت بتدور على لعيب. ففكره الاهلي انه عايز الاهلي عشان يعني يفوز فوز مستريح بشكل دايم عايز يحل اشكاليه وسط الملعب. لازم يحلوا بلعيبه كوره. يعني انت لو بصيت على مثلا المقصه، ربنا كريمها بعيل اسمه ايمن حفني، لاعب اسمه ايمن حفني، نجم اسمه ايمن حفني، بيحل لنا كل الحلول عشان بيعرف في الكوره. وليد سليمان في ام بي، عنده حلول. اسلام عوض في ام بي عنده حلول. فاللعيبه اللي عندها محمود حلول، عبد الحكيم في المصري، محمود عبد الحكيم، فاللعيب اللي عنده حلول هو دلوقتي الكنز، او هو ده الحقيقه. انما النادي الاهلي انا بزعل انه بيلعب حسام عاشور وحسام غالي وعبد الله وشهاب الدين احمد عبد، كل دول بيلعبوا شبه بعض في الكوره، اللي هو يباصي بالعرض، بيباصي باص تقليدي. فلما ينزل واحد زي امير سعيود، واخد بالك، بيعرف يمسك كوره، النغمه والطعم بتاع الهجمه بيختلف. انا امنيه حياتي الاقي مثلا النادي الاهلي ده بيلعب امير سعيود ومحمد ابو تريكه واحمد شكري، نفسي الثلاثه دول يلعبوا في وسط الملعب مع بعض، مع واحد مدافع او ديفندر، يبقى حسام عاشور او حسام غالي او شهاب الدين، واحد كفايه. انما فكره انك تلعب اللي هم اصحاب القدرات الدفاعيه على حساب اصحاب القدرات الهجوميه او المهريه، هو ده الخطا اللي بيقعد فيه الاهلي. وانا ازعم ان هو ده الحل الامثل في الفتره الجايه للنادي الاهلي. والنادي الاهلي كان دايما هو المسيطر في عهد مانويل جوزيه، لما كان عنده 5 حلول في الملعب. يعني كان عنده فلافيو له حل، ومتعب بيحل، وبركات كان لسه في عنفوان وبيعرف يحل، وابو تريكه كان عندهم حل، كان في الوقت اللي هم كان في النضوج بتاعهم بالظبط العمري الكروي. فانا امنيتي ان الاهلي يعني لو حسام بدري يرجع الخلطه. انا يعني هو دايما بياخد عليا فكره ان انا عايز يعني انسف حمام القديم. انا ضد انه ينسف حمام القديم، ما ينسفش حمام القديم، بس يعمل دلوقتي يعني يعمل تجانس، يعني يستعين بمجموعه الشباب الموجودين مع اهل الخبره ويعمل لنا النموذج ده. انا مش عايز والله ينسف حمام القديم، لان انا عارف قيمه بركات، وعارف قيمه ابو تريكه، وعارف قيمه وائل جمعه، وعارف القيم دي. انما برضه انا ما يعجبنيش في حسام بدري، وعارف رايي يعني، وانا قلت له في التليفون اكتر من مره ان مثلا واحد زي شريف عبد الفضيل هو بيلعب ايه؟ يعني انا ايه بيلعب الحكمه؟ باك ويرد، يعني ايه باك ليفت ولا باك رايت ولا يعني باك ويرد. انا لاعب كل واحد في مكانه. يعني المدرب الكابتن الجوهري يقول لك ايه؟ يقول لك انا مثلا عندي 3 لعيبه في مركز، الاعب واحد فيهم بس. ما اقولش بقى ان ده جوكر راح بلعبه في اي حته وبتاع، لا، هو كل واحد يلعب في مكانه في مركزه بالظبط. يعني المره قال لي انا جيت على طاهر ابو زيد في حاجات كتير جدا بسبب مركزه، يعني بقيت اجي عليه. وطاهر ابو زيد قيمه كبيره ولعيب جامد جدا، قال لي كنت باجي عليه. ففكره انك ايه، انك مش مثلا ايه، في نوع من المدربين يقولوا ده عنده 4 لعيبه جامدين، لا كلهم يلعبوا، ده يقول لك ده يلعب في اي مكان. مش حقيقي. يعني شريف عبد الفضيل مش ناجح في الباك ليفت خالص، مش حقيقي ان هو ناجح. وهو بيقول انا مش لاقي نفسي. فالمفروض يلعب في مكانه، ما ملوش مكان يقعد على الدكه، مش عيب، لان الدكه القويه عناوين مهمه للانتصار. انما انا شايف الاهلي بدا طريقته تتنفس، يعني انا شايف ان بقى في نفس. يعني مكسب بتروجيت ومكسب انبي في اللحظات الاخيره دي هتعمل بواعث جديده ودفع جديده لاداء الاهلي الفتره الجايه. دكتور عمرو رايك؟ لا انا مش عاجبني اداء النادي الاهلي بغض النظر ان هو بيكسب في بالنو هاو بتاع الاهلي، سواء في الدقيقه الاخيره بحلول فرديه من لعيبه قيمه زي بركات او لعيب مؤثر زي جده. اداؤه في بتروجيت او اداؤه في انبي ما عجبنيش خالص. نتمنى ان احنا، لان برضو احنا كمشجعين او بنشجع النادي الاهلي، انا مش عايز اكسب. انا ما انا زهقت من ان انا باخد الدوري. انا عايز استمتع بالكوره، عايز الاثاره تبقى موجوده عندنا واحنا واثقين
في فرقتنا. كان السنه اللي فاتت كابتن حسام كنا كلنا وقفنا معاه وهو بيقول انا بعمل فكر جديد، بطلع 4 5 شباب وانا ببني، ما تحاسبونيش دلوقتي. وان كان خد الدوري بس كان بيبني. السنه دي فوجئنا ان هو ما بيبنيش، ان الاربعه خمسه اللي كان بيستعين بيهم قعدوا مع الدكه، عفرتو وشهاب وشكري والباك ليفت اللي ما اعرفش ما بيلعبش ليه، اسمه ايمن اشرف، والخامس مش فاكر مين، طلعت يمكن، محمد طلعت، كانوا موجودين في الملعب. اذا هو بيبني مع الكبار اللي هم القيمه، قادر يعمل احلال وتبديد، ولو كان اداء او كان الخبره مش تبقى موجوده السنه اللي فاتت فالسنه دي هيكون احسن. فوجئنا ان الاستراتيجي بيتغير تماما، ان الخمسه دول مش موجودين وبيلعب بطريقه تانية، وزي ما الاستاذ جمال بيقول الجزء الابداعي في نص الملعب مش موجود في لعب تقليدي. فاحنا كل اللي بنتمناه ان احنا نشوف كره حلوه والزخم اللي موجود اللي هو الشراء. انا كل يوم بقرا الجرايد بقول ان المهندس عادل القيعي يمكن كل يوم بيفاوض لعيب. طب انا مش عارف كم اللعيبه دي هتيجي الاهلي ازاي، وانا عندي بس ممكن يكون الاهلي غير مسؤول عن كل ما يكتب. ما في النهايه برضو بنفاجئ بان الكلام مظبوط. يعني في لعيب اللي هو اسمه ملوش امان، ده اسمه ايه؟ محمد غدار ده جه ازاي وهيمشي ازاي؟ دي حاجات فعلا انا فاهمني. واللعيب اللي اسمه بقى بومبا ده اللي هو انا اللي اعرفه ان الاختبارات في شهر 6 شهر يعني ايه النادي الاهلي يجيب لعيب يختبره؟ طلع راح اسرائيل قبل ما يجي على هنا. لا انا اتمنى زي ما استاذ جمال بيقول ان الجزء الابداعي والجزء اللي فيه حلول والمتعه يعود مره اخرى للنادي الاهلي. اذا نستمر مع الجزء الابداعي والممتع مع نجم النجوم محمد ابو تريكه. نخرج الى هذا الفاصل مع فريق الاعداد ومخرجنا خالد مخلص، وتحيه من الاستاذ جمال العاصي. وانا اعرف انه بينه وبين محمد ابو تريكه علاقه ود وحب، ومن الدكتور عمرو عبد الحق، ومني انا شخصيا، ومن برنامج فراعين الكوره. كل سنه وانت طيب يا نجم النجوم. لكن لسه مش قريبين من بعض القرب الكفايه. حط 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 هوبا. الله 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 عليك، الله عليك يا حبيب والديك، الله عليك يا حبيب والديك، الله عليك يا حبيب والديك يا ابو تريكه، يا ابو تريكه، يا ابو تريكه، يا ابو تريكه. اشوف قمر بيتكلم وبيسلم، لاقي كل ده في حضننا.